ازاي تبقي ملكة؟ تنويه، الفيديو ده للسيدات فقط، لا مؤاخذة. جبتلك 7 حاجات يعرفوك ازاي تبقي انثى ملكة مسيطرة من كتاب انثى مخملية. ركزي معايا. 1. الثقة بالنفس. شوفي ايه مناطق القوة اللي عندك وقويها، ومناطق الضعف واشتغلي عليها لحد ما تقل وتختفي خالص. كل حاجة بتيجي بالتمرين، فاشتغلي انت بس وابدأي، وواحدة واحدة هتلاقي النتيجة. 2. الانجاز. كل حاجة مفيدة ليكي او لأسرتك تعتبر انجاز، زي النجاح في الدراسة، في الشغل، في تربيتك لولادك، زي ان ولادك يبقوا مبسوطين حواليكي ومش خايفين ولا زعلانين، اكلك اللي محدش في العيلة يقدر ينافسك فيه، او حتى رسمتي ابتسامة على وش حد مهموم. كل ده انجاز وبيزود ثقتك في نفسك. 3. التخلي عن الاحاسيس والمشاعر السلبية. علشان تعززي انوثتك لازم تتخلي عن السلبية والتشاؤم، تقوي كده علاقتك بربنا لحد ما قلبك يبقى مليان سلام داخلي. مش مهم خالص على فكرة صاحبتك اللي اكتشفتي انها بتتكلم عليك، دي اصلا مش صح ولا حتى مستاهله انك تتنرفزي في نقاش بينك وبين حد. تبي ومش. حاولي تكوني حياديه وعندك سلام داخلي. 4. الاستراحه النفسيه، يعني تاخدي استراحه في سلوك فيكي مش عاجبك، زي مثلا العصبيه، الصوت العالي، الردود اللي زي القطر. ابتدي اقنعي عقلك الباطن ان انت مش كده، وراقبي تصرفاتك. اول ما تلاقي القطر طالع فرملي على طول، بدلي ابتسامه، كلمه حلوه كده يعني. 5. الطريقه اللي بتتعاملي بيها مع الناس. لازم يحسوا انك ملكة، مش بالغرور ولا بالتعالي، لا، بالذوق في الكلام، بالدم الخفيف، بالادب، بطريقة قعدتك اللي مش عاملة زي الرجالة، باحترامك للناس كلها، من اول الناس اللي بتتعاملي معاهم كل يوم لحد الناس اللي بتخدمك في اي خدمة في الشارع. 6. التمسي الاعذار لنفسك. لو غلطتي اعترفي بغلطتك، بس التمسي الاعذار لنفسك. ما هو مفيش حد ما بيغلطش، عديها، بس وعدي نفسك انك مش هتكرري ده تاني. اصل انت اهم حاجة عندك، لو ما حبيتيش نفسك والتمست لها كده الاعذار يبقى ما حدش هيعمل كده معاكي. 7 والاخيره، كافئي نفسك. لازم 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 تفصلي من الاعباء والروتين اليومي. اشربي قهوه، اتفرجي على فيلم، اخرجي مع صحابك، احنا تعبانين والله. اعملي بس الحاجات اللي قلتلك عليها دي وتربعي على عرشك يا ملك. انا فيروز يسري، ودي حكايه قبل اليوم.